السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بخير. بعد فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، حصلت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وكأن اللي حصل ده مش طبيعي. الطبيعي يا جماعة إن الأهلي يكسب الزمالك، الطبيعي إن الأهلي يكسب أي فرقة في مصر وفي أفريقيا كمان. وبالرغم من إن الزمالك يعتبر فايق اليومين دول وفريق قوي الى حد ما، لكن برضه لاعيبه النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي قادره على ان تصنع الفارق. صياح وزعيق وتشليط في القنوات الفضائيه والسوشيال ميديا على فوز النادي الاهلي، مع ان انا كاهلاوي يعني بصراحه انا مش متفاجئ من اللي حصل، لان ده كان شيء طبيعي. يعني الاهلي في احسن حالاته بيتغلب قدام الزمالك في احسن حالاته، وفي اوحش حالاته بيكسب قدام الزمالك والعكس. يعني مثلا اقرب مثال للي بقوله ان ماتش السوبر اللي فات كان كلنا يعني ضامنين المكسب وضامنين السوبر في جيبنا كاهلاويه، واللي حصل العكس وفاز نادي الزمالك على النادي الاهلي بضربات الجزاء في المباراه وخد السوبر. فهي مباريات الديربي كده، مباريات الديربيات في العالم كله محدش يتوقعها. برشلونه وريال مدريد في ابهى عصورهم اللي كنا بنتفرج عليهم، كريستيانو وميسي، ما كانش حد عارف مين اللي هيفوز. الاهلي والزمالك برضو كلاسيكو العرب، برضو كلاسيكو مهتم بيه كل العرب والشرق الاوسط. برضو محدش يقدر يتوقع مين اللي هيفوز، حتى لو كان الاهلي في احسن حالاته ولو كان الزمالك في اقل نسخه ليه، برضو محدش يقدر يتوقع مين اللي هيفوز. والعكس طبعا، يعني لو الزمالك في احسن حالاته والاهلي كان في اقل نسخه ليه، برضو ما كانش حد يقدر يتوقع مين اللي هيفوز. يعني كلنا فاكرين ماتش 6-1 6-1 كان نادي الزمالك ده كان فريق مميز جدا، فريق الاحلام كانوا بيقولوا عليه، حسام حسن وابراهيم حسن، عبد الحليم، فرقه قويه جدا جدا جدا. يعني اقعد قول جدا كده لحد لحد بكره. وبالرغم من كده قدر مانويل جوزيه والنادي الاهلي ان هو يفوز بلاعيبه، يعني لاعيبه قويه برضه، لكن ما كانتش تصل الى قدرات لاعيبه نادي الزمالك في الوقت ذاته. وقدر النادي الاهلي ان هو يكسبهم 6-1. فدي مباريات يا جماعه ملهاش مقاييس، والطبيعي ان اي فرقه من الاثنين يكسبوا. في بعض اللاعبين، لاعب او اتنين، ما كناش متوقعين ظهورهم بالمنظر ده. يعني مثلا خوان بزيرة لاعب نادي الزمالك الجناح اليمين، اللي كانوا بيقولوا عليه يعني حكايات وقصص، وان ده برازيلي اصلي، وان ده مين هيوقفه في النادي الاهلي. وفي ناس بعض الاعلاميين طلعت عشان تاخد الترند تقول لك لو جابوا خمسه مش هيعرفوا يمسكوه، ومين اللي هيوقفه ومين. طبعا ده كنا منتظرين ان هو يعني يقدم كرامات في الماتش ده، ما شفناش منه حاجه خالص. يمكن كمان ما شفناهوش بالمره غير في لقطه الهدف، ضربه الجزاء اللي اتعادت وقدر حسام عبد المجيد يحرزها، وراح يغيظ جماهير النادي الاهلي. ويعني بيتكلم طبعا برازيلي، فيعني ما قدرناش نقول هو بيقول ايه، لكن هي يعني مكايده لجماهير النادي الاهلي. اللي بعد كده حسين الشحات بعد ما احرز الهدف التعادل للنادي الاهلي، فبيشاور له بايده كده. يعني الناس برضو عملت حكايات في الحركه بتاعت ايده دي. يا جماعه اللي ما لعبش كوره، اللي ما لعبش كوره يا ريت ما يهزيش ويفتي. دي حاجات معرضه وحاجات يعني تعتبر عاديه جدا في الملعب، دي حاجات عاديه جدا في الملعب. اللعيبه بتقول كلام لبعضها في الملعب، طبعا مفيش حد بيسمعه في لا كاميرا بتقدر تجيبه ولا حد بيقدر يسمعه، بس هي اللعيبه في الملعب حركات ومكايده ونرفزه، ولاعيب طبعا ذو خبره بيقدر يتملك في اعصابه وما يتهورش على اللاعب اللي بينرفزه عشان الحكم ما يطردوش، وبالمقابل بينرفز لعيب عشان ياخد منه انذار، ياخد منه اي حاجه. دي حاجات معرضه، اللي ما لعبش كوره في الملاعب الكبيره ما يفتيش. دي حاجات وارده انها تحصل، وارد. انت زعلان من مشاوره ان هو بيقول له كده؟ ده ياما بيحصل في الملاعب، ياما بيحصل في الملاعب، ياما بيحصل. اي نعم انا مش مع حسين الشحات في انه يعمل حركه زي دي، او ده تنمر، او يعني ما يصحش ان حسين الشحات يعني يعمل الاشاره دي. بس لو جينا نشوف في الواقع نلاقي ان التاني خوان بزيرة هو اللي بدأ. انت لسه جاي امبارح، انت لسه جاي امبارح، مالك انت ومال جماهير النادي الاهلي؟ روح يا بيه احتفل مع جماهيرك. ولا التاني اللي اسمه دونجا ده اللي كل مره يحتفل بهدف امام النادي الاهلي ياكل على دماغه، برضه بيطلع لسانه لجماهير النادي الاهلي. حاجات يعني حاجات ما ينفعش لعيبه بتاخد ملايين تعملها. فين هنا اداره نادي الزمالك وفين اداره النادي الاهلي من الاحداث دي؟ انتوا مستنيين ان اتحاد الكوره او لجنه العقوبات هي اللي تعاقب اللعيبه دي؟
طب فين انديتهم؟ فين انديتهم؟ انا اهلاوي، بس ما يرضنيش اللي عمله حسين الشحات، رغم ان في حاجات بتحصل اكتر من كده 100 مره في الملعب، بس الكاميرا ما بتصطادهاش كتير. الكاميرا بتصطاد الحته اللي فيها الكوره بس، الكاميرا بتصطاد الحته اللي فيها الكوره بس، لكن في حاجات تانية ومناوشات تانية بتحصل داخل الملعب بين اللعيبه وبعضها ما يفهمهاش الا لعيبه الكوره القدام، ما يفهمهاش الا لعيبه الكوره. وطبعا اللي فيكم بيلعب كوره وسامع كلامي اكيد هيأمن عليه. فبس يعني انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو ده، انا بس حبيت اشرح وجهة نظري المتواضعة في ان الطبيعي ان الاهلي يكسب الزمالك، وطبيعي ان الزمالك يكسب الاهلي، بس في هالة كبيرة جدا على بعض اللاعبين وعدم ظهورهم. في لعيبة ما بتقدرش تتحمل ضغط، في لعيبة بتلعب قدام جماهير قليلة وتقدر تلعب، وفي لعيبة بتقدرش تلعب قدام جماهير خالص، وفي لعيبة شخصيتها قوية بتلعب قدام اي جماهير مهما كان عددها. وهو ده اللي بيفرق بين اللاعب ولاعب اخر. سيبك بقى من المهارات وسيبك من اي حاجه تانية، احنا بنتكلم دلوقتي في الفنيات وفي الشخصيه. في الفنيات وفي الشخصيه، في لعيب يتحمل ضغط جماهير المنافس، وفي لعيب بيلعب قدام عدد معين من جماهير المنافس. يعني مثلا لو جينا نقول ان الزمالك والاسماعيلي مثلا، طبعا يعني 1000 2000 3 بالكتير 5000 بيلعب قدامهم عادي ومفيش اي مشكله. لكن لما نيجي نحطه قدام 50000 او 40000 او 30000 ما يقدرش يأدي، يبقى مش شايف قدامه، رجليه مش شايلاه، رجليه بتترعش مش شايلاه. وفي لاعب ما يعرفش يلعب قدام جماهير خالص خالص. دي الفرق بقى، ده الفرق بقى بين اللعيب وشخصيته وبين اللعيب ده وشخصيته. بس هو ده اللي انا كنت حابب اوصله. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ومليون مليون مبروك لحسين الشحات على ادائه المميز، وانه قدر يقلب المباراه من هزيمه الى فوز. طبعا مع اللاعبين طبعا كلهم، اللعيبه كلها تستحق درجه 10 على 10، مش هدي لاي حد اقل من كده، لان كل اللعيبه تعبت، وما دام النتيجه طلعت ايجابيه في صالح النادي الاهلي يبقى كله يستحق الرقم القياسي 10 على 10. ان شاء الله من نجاح لنجاح لعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.